السؤال اللي حير كل العرايس، افصل فستاني ولا اجره وخلاص؟ بص يا ست الكل، تعالي نمسكها واحده واحده ونعرف الفرق بين كل حاجه لوحدها. واحد، التفصيل. لو عايزه فستان على مقاسك بالملي ومحدش لبسه غيرك قبل كده، التفصيل هو الحل. بس خدي بالك من حاجتين، القماش غالي والقصه محتاجه مصمم شاطر، يعني التكلفه هتبقى اعلى من التأجير بكتير. اتنين، الايجار اوفر واسرع وبتلبسي فستان شكله حلو، هتتصوري بيه في يومك وترجعيه بعدها، مش هيقعد زي الطقم الصيني في الدولاب العمر كله. بس عيبه الوحيد بقى انك مش تبقي الوحيده اللي لبستيه. في بنات بتعمل حل وسط، تفصل فستان الخطوبه او الفرح وبعد كده تبيعه او تأجره عشان تبقى هي اول واحده لبسته. وفي اتيليهات دلوقتي عامله حل حلو قوي، بتروحي تنقي الستايل اللي انت عايزاه وتفصليه وتاخديه تلبسيه وترجعيه تاني وبتدفعي نص تكلفته بس، وتبقي انت استفدتي انك اول واحده تلبسه وهم استفادوا انهم هيأجروه بعديكي بعد كده. وانا بصراحه مع الحل ده لو الامكانيات تسمح، وانا من وجهه نظري اخر حل هو احسن حل. اهم حاجه ان اليوم يبقى حلو بيكي وبعريسك مش الفستان اللي هتأجريه. اختاري اللي يناسب ميزانيتك ويريح لك قلبك ويوفر على العريس بالمره. قولوا لي بقى يا عرايس، هتختاري انهي، هتشتري ولا هتأجري؟